السلام عليكم الإخوان، كيف الحال؟ لاباس على خير؟ اليوم غادي ناخذكم لواحد الرحلة جميلة جدا، نستكشفوا بعض الطيور. اليوم بالضبط كنتواجد في غرب المملكة، جاي خصيصا باش نصور طائر الوروار. طائر الوروار اللي كيتميز بألوانه الجميلة جدا، وهذا هو الوقت ديالو، هذه هي الوقت اللي كيجي فيها المغرب، وإن شاء الله نتمنى أنني نتوفق ونصور لكم مشاهد جميلة جدا. وبطبيعة الحال اللي صدفناها في الطريق غادي نصوروها من غير الوروار، سواء خصوصا هنايا كتواجد البومة كتير، وكاين طائر الحسون حتى هنايا كيتواجد، وكاين بعض الطيور الجميلة جدا. المهم رحلة غتكون شيقة ومشوقة جدا إن شاء الله. إذا الإخوان على بركة الله نتحركوا. المكان اللي غادي نصوروا فيه بعيد عليه تقريبا واحد 2 الكيلومتر 3 الكيلومتر. هنا كيتميز بواحد الطبيعة جميلة جدا. أنا غادي نحاول نقول لكم بعض المشاهد اللي كاينه هنا. فحقيقة زعما أنا كيعجبني نجي هنا، كيعجبني نجي كترتاح صراحة وكتصور. فأكيد أن هنايا فيه طبيعة جميلة، لأنه كاين طيور كثيرة هنايا. في هذا المحيط هذا كاينه طيور، لكن أنا ما كنصورش هنا، كنفضل نصور وسط الغابة بعيد على الناس وبعيد على الحركة ديال الإنسان. تما كياخذوا الطيور راحتهم أكثر. أحيانا في مثل هذا التصوير هذا فأنا كنصور في الغالب في السيارة، ما كننزلش من السيارة، يعني تنكون مأمن. أو الحاجة الأولى مأمن. هنا كاين واحد البومة أنا نوريها لكم وغادي نعاود نرجع نصورها من بعد. هي هذه البومة واقفة هنا، ربما كتبان لكم. دابا كاينه الشمس كثيرة، نحاول من بعد ومنين نكون راجع نصورها، كنظن نقدر نلتقطوا ليها شي صور جميله. فالاماكن اللي كنصور فيها ما كنبغيش نذكر الاسماء ديالهم صراحه، حفاظا على خصوصيه الطيور، وحفاظا يعني باش اللي كيصيدوهم ما نعطيهمش فرصه انهم يجيو يصيدوا. هنا انا وصلت للغابه اللي غادي نصور فيها، هي هذه كندخل ليها، فيها شويه ديال البيست. هي بيست زوينه يعني ما خيباش. صراحة سنين وانا كنصور هنايا، يعني مأمن، ما عمر شي حاجة. واحد من الوروار كيرحب بينا. سبحان الله، هذه هي المناظر الجميلة اللي كنبغيها واللي كنجي على قبلها صراحة. فالصوت ديال الوروار يعني كاين في كل بلاصة هنا. انا كنسمع الصوت ديالو، سبحان الله العظيم. والوروار واحد الطائر اللي جميل، اللي بالرغم من ان يعني المربين ديال النحل كيتشكاو منه لانه كياكل النحل. بزاف ديال العلماء وديال الناس اللي متتبعين في الطبيعه صراحه تيقولوا باللي راه هو تياكل غير النحل اللي مريض، يعني اللي عيان. لكن ما عرفتش صراحه، ما عنديش المعلومه واش كياكل حتى النحل اللي صحيح او لا. ولكن اكيد الا كان فيه الجوع ما غاديش يختار، يعني الا كان جيعان ما كاين ما ياكل ما غاديش يختار. حنا غادي نمشيو لواحد المكان اللي تيكون فيه بكثره ونحاولوا يعني نصوروه صور ان شاء الله تكون جميله، وفيديوهات تكون راقيه. وهذه هي الوقيته يعني اللي نقدر نصوروا فيه صور مزيانه. وانا كنحب نصوروا في الارض، وكنبغيش نصوروا في السماء او لا في الاشجار. ها واحد 2 كاينين هنا، انا نوريهم لكم. ها هما هنا في هذه العارضه ديال كره القدم، هما هادو. نحاول ندير زوم. فانا كنسوق وكن هما جالسين كيستمتعوا.
اذا غادي نحاول دابا نمشي للمكان اللي معتاد كنصورهم فيه ونطلع نصطاد. نورمالمون انا تنبقى غير في السياره، ما كننزلش من السياره، لان كنخاف على بزاف د الحوايج هنا ما كنعرفوش وما كنعرفش المنطقه مزيان، ما كنعرفش الخصوصيه د الناس هنا. كنضطر نبقى في السياره. هو بالنسبه لطائر الوروار وبزاف ديال الطيور ما كتحتاجش شي كاموفلاج اللي هو كبير، ولا انك تنزل وتكاموفلا في الارض ولا باش تصورها. هو طائر اللي ما كيخافش، اللي يجي حداك ويجي يلعب حداك ما كاينش المشكل، وغادي تصوروا صور جميله. فانا غادي نوصل للمكان، قربت ليه لان هنا كاين شويه ديال السكوس، فهنا كاينه غير الغابه والطريق زعما مزيانه هنايا، ما فيهاش مشاكل. واحد القوبع جالس. القوبع صراحه صورته مرارا. الان وصلت للمكان اللي انا موالف كنصور فيه. غادي نحاول نوقف بالسياره باش نجي عكس الشمس، وباش ما يجونيش الطيور كونترجور. هذا هو المكان اللي كنصور فيه. اذا هذا هو المكان. انا نحاول نطلع بالسياره هنا. اوب، هذا هو المكان اللي كنصور فيه. كنصور فوق هاد كيعجبني نصورو في الارض. لهيه راه كاين يعني الغيران ديالو والثقوب اللي كيدخل لها بالليل هما كيبانوا. الان غادي نحاول ندير هاد الثوب على النافذه باش ما نبانش. والطيور ديال الوروار ها هي كدور حدايا، كاينه يعني قريبه. وكاينين الغيران ديالها، يعني من المحتمل انها غادي تجي، ماشي من المحتمل 100% غادي تجي. غير نصبر واحد ربع ساعه ولا اكيد انها غادي تجي، وغادي تبقى تلعب حدانا ونصوروها صور جميله وفيديوهات زوينين ان شاء الله. هذا كنديروه راه شفاف، كيبين من هنا ومن لهيه، ما غاديش نبانو ليهم. نديروه بحال هكذا فوالا. وهذه كيس تيكون عامر بالرز، كنحطوه على هنايا باش ما تجرحش لينا السياره وما تجرحش لينا الكاميرا وتعطينا ثبات للكاميرا. هذا كتلعب الدور ديال التريبي او ديال حامل الكاميرا، يعني ثلاثي الارجل. عوضو كنديروا هذه كتثبت لينا الكاميرا مزيان باش ناخذوا فيديوهات مزيانه. اذا نتسنى واحد شي شويه على ما يجي الوروار. وانا داك الخوت انا كنتسنى في الطيور ديال الوروار. جات واحد الافعى كبيره وهي تدخل لواحد الغار ديال الوروار اللي كينعس فيه. عطي راه كبيره. انا درت لها فيديو. كبيره بزاف، عرفتي ما تخيلتش انها تدخل تما. يمكن راه كتقلب على البيض ديال الوروار، او لا كتقلب على الصغار ديال الوروار. ولكن هاد الوقيته باقي ما كاينينش الصغار صراحه، مازال ما كاينينش الصغار ديال الوروار. والوروار يلاه دابا في حاله التزاوج، باقي مازال ما يكونوش الوليدات الصغار. ولكن كنظن راه تيقلب على البيض، او لا تيقلب على الضفادع اللي كتدخل بحال هاد الغيران هادو. غنتسناو شنو غادي يقدر يوقع، الا كان غيشد شي فريسه تما، ولا الا كان غير داخل مخبع تمايا، ولا غيتسنى في الطيور ديال الوروار حتى الليل تدخل تمايا ويصطادها. ما عرفتش.
في هذه اللحظات جا واحد طائر السرد اللي معروف انه كيصطاد يعني الافاعي الصغيره وكيصطاد الحشرات في الارض وفي السماء، وكيصطاد حتى الطيور، تيقتلهم وتيعلقهم بطبيعه الحال. معروف انه عدو الحسون، كياكل الحسون بزاف، طائر الحسون تياكلو. جا كياكل شي حاجه في الارض، انا نشاركها معكم. سبحان الله، يعني كيفاش كياكل. وكنظن هو راه تياكل الافاعي بزاف، تياكل الافاعي. و يعني كل ما هو كيتحرك في الارض يقدر يهجم عليه وياكلو. وعنده واحد القوه سبحان الله العظيم خارقه في اصطياد يعني الفرائس ديالو، سبحان الله العظيم. وكيبان يعني في الصوره المنقار ديالو كيفاش حاد، راه بحال شي نسر، سبحان الله العظيم. في هذه اللحظات كيجيو الطيور ديال الوروار، والوروار معروف عليه تيعيش في عائلات كبيره، يعني تيكونوا اعداد كبيره. في هذه اللحظات جاو بزاف وكنصورهم. ما نقدرش نشارك معكم في الصور مباشره لان كيتحركوا بالزربه، كيتحركوا بواحد السرعه كبيره. من المعروف على طائر الوروار انه كيتحرك بسرعه كبيره. يعني داكشي علاش كنسجل عاد نشارك معكم النتيجه. صور صراحة جميلة جدا، سبحان الله العظيم، سبحان الله. مخلوقات جميلة جدا، سبحان الله. هنا كتشوف واحد الجوج، الذكر والأنثى، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يعني منظر جميل جدا. كيطيروا، سبحان الله العظيم. انا صراحه الجماليه ديال طائر الوروار يعني كنبغيها بزاف. طائر الوروار كيتميز بواحد الالوان جميله، نادرا فين تلقاها في الطبيعه. ما كيشبه شيئا ما الشرقرق، وكيشبه وكاين وروار ثاني كيشبه ليه، الا انه هذا الوروار الاوروبي عنده ميزه خاصه بالالوان ديالو، الاصفر والاخضر والازرق، سبحان الله العظيم. يعني الوان زاهيه. فانا كنستمتع كنستمتع هنايا. نتمنى ان الصوره توصلكم بطريقه جيده. متعه، سبحان الله. يعني انا صراحه ما كنلقاش الكلمات باش نعبر على هذه المناظر، سبحان الله العظيم، سبحان الله. فغادي نشارك معكم بزاف ديال الصور، وحتى في الانستغرام عندي غادي نحط لكم بزاف ديال الصور. وحتى اللي بغى شي صوره تذكاريه انه يطبعها ولا يخرجها في شي لوحه كبيره، فانا راه الاشاره راه نرسلها ليه بالمجان. ما كاينش المشكل. صراحه وانتم كتعرفوا احنا بالكاميرا راه كنلتقطوا الصور بجوده عاليه وبحجم كبير جدا. هذا هو الفرق ما بين التصوير بالكاميرا والتصوير يعني بالهواتف او بالكاميرات الغير احترافيه. في الكاميرات الاحترافيه كنلتقطوا صور بجوده وبدقه كبيره، والابعاد ديالها تيكونوا كبار، يعني تقدر تطبعها يعني في لوحه كبيره بزاف. فاللي محتاج شي صوره عجباتو راه ما كاينش المشكل نرسلها ليه. فكيف ما قلت لكم هنا واحد الطبيعه يا سلام، سبحان الله. يعني طبيعه جميله جدا. يعني شي حاجه خرافيه، خصوصا اللي كيعيش في المدن الكبرى. فمني كيمشي بحال هاد المناظر فاكيد انه كيحس بالفرق، وكيحس يعني لانه كيبدل الجو بمعنى الكلمه، سبحان الله العظيم. فصورنا الوروار هنا، راه مازال كيلعب لهيه، راه باين الوروار.
كيلعب فوق الاشجار. دابا مع نزلت من السياره هرب شي شويه، تيكون في هذه المنطقه كلها، كيجي ليها كل موسم. كنحاول انني كنصورو كل سنه هنا. فسبحان الله العظيم، يعني المناظر هي كتبان قدامكم. سبحان الله، مناظر جميله جدا. فهاد المناظر هذه جميله سبحان الله العظيم، يعني منظر راقي سبحان الله، يعني واحد الطبيعه جميله جدا. سبحان الله، يعني انا ملي كنجي هنا يعني كنتفاجأ صراحه. ربما المنظر يعني جميل كيبان لكم اكثر. فمن بعد ما صورنا يعني لقطات جميله، صورنا الوروار، صورنا الافعى، فغادي نتحركوا في طريقنا. واذا صادفنا شي حاجه في الطريق وحنا راجعين، لان صافي هذا غروب الشمس، الا صادفنا شي حاجه في الطريق راه بطبيعه الحال غادي نصوروها وغادي نشاركها معكم اولا باول ان شاء الله. في هذا المكان كاينين حشرات كثيره، كاين حشرات والفراشات صراحه. صورت البعض منهم وكتمتاز صراحه بواحد الشكل جميل جدا. سبحان الله، يعني فراشات اللي هي جميله جدا. وهذا المكان هذا لقيته عامر بهم، يعني فيه بزاف ديال الحشرات وانا صراحه راه التصوير اصلا بديته بالحشرات والاشياء اللي هي صغيره. كل ما هو صغير كنت بديت به. الشمس راها في الغروب دابا كديرونجي صراحه لكن نصبروا عليها شويه. هاد مشاهد صغيره ديال الحشرات. اللي انا راجع في الطريق بان ليا هذاك البوم اللي شفتو، بانوا ليا جوج، الذكر والانثى. كنتمنى ان حيت هذا وقت التزاوج ديالهم، اغلب الطيور راه هذه هي الوقيته فين كيتزاوجوا. كنتمنى اننا نسجلوا لها مشاهد وهي كتزاوج صراحه. غيكون منظر جميل جدا الا وثقناه نشوفوا على الله. سبحان الله، يعني منظر جميل جدا. فالبوم كيلعبوا بجوج بهم. ما عرفتش واش الذكر كيدير اغراءات للانثى ولا كيقدم لها هدايا. هو منظر جميل جدا، يمكن لكم تلاحظوه. يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله، منظر سبحان الله. كيقدم لها اغراءات او لا نورمالمون كيوجدها للتزاوج. لقطات جميله صراحه، يعني التقطت لها، توفقت الحمد لله انني التقطت لها لقطات وهي كتزاوج. فمشهد يعني سبحان الله، ما كيلقاش الانسان ما يقول الا سبحان الله. مشهد راقي، مشهد فخم، مشهد يعني في منتهى الروعه. ويعني باش توفق انك توثق بحال هذه اللقطات، فصراحه كتحس بالفخر وبالفرحه. هذا هو الامتياز ديال التصوير في الحياه البريه، انك كتصور اشياء ما كنتيش عوال عليها اصلا انك تصورها، وكتوفق باذن الله انك تصورها. ف يعني انا الصراحه ما كنلقاش فسبحان الله، هنا بالضبط في هذه اللقطه هذه راه كيستعد الذكر انه يقوم بالعمليه ديال التزاوج مع الانثى. هنا كنحاول نثبت الكاميرا، لان انا كنقل لكم المشاهد من بعد ما صورتها صراحه، لان صعيب انك تنقل المشهد على المباشر، انك تنقل المشهد وانت كتصور بالكاميرا وكتصور يعني وكتصور بالتليفون. صعيب المشهد بزاف، خصوصا انني انا كنصور غير بوحديتي، ما عنديش شي واحد اللي كيساعدني صراحه في التصوير. لكن يعني كنظن الصوره واضحه وباينه، يعني شعور لا يوصف صراحه. وشوف الانسجام بيناتهم، شوف الانسجام بين الذكر والانثى، سبحان الله العظيم.
وهنايا كيقوموا بحركات يعني ديال انهم كيتغزلوا مع بعضياتهم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وهذا النوع ديال البومه راه موجود هنايا في هذه المنطقه بزاف، كاين بزاف. انا صورته مرارا وتكرارا، الا انه عمليه التزاوج اول مره غادي نصورها، اول عام غادي نوثقها. وكنت من قبل كنت صورت واحد البومه في واحد البلاصه غير قريبه هنا. صورت واحد البومه عندها عين كحله وعين صفراء. سبحان الله العظيم، ما عرفتش واش طفره ولا شي اصابه في العين ديالها. ربما نحط لكم الصوره ديالها تشوفوها. والان سبحان الله يعني كنصور هذا الذكر وهذا الانثى هادو. كنتمنى انني نرجع في الوقت ديال الوليدات الصغار، نصوروا الوليدات ديالها الصغيورين حتى هما. غادي تكون شي حاجه جميله جدا، ونكملوا الصوره يعني ان شاء الله تعالى. هنا وكانهم كيتحدثوا مع بعضياتهم، وكانه كيطلب منها شي حاجه. سبحان الله سبحان الله عمليه التزاوج. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. مشهد جميل جدا. كيفاش